من هم الأرحام؟ الرحم دي يعني انت، امك، ابوك، اختك، اخوك. صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر. اخ مقاطع اخته ليه؟ طب الاخت مقاطع اخوها ليه؟ طب الاخ مقاطع اخوه ليه؟ طب الابن مقاطع ابوه ليه؟ طب مقاطع امه ليه؟ ملوش قرايب، ملوش عدوين، الاقارب عقارب. واحد بقى عنده قطيعة رحم يبقى عنده جهل بالدين، يبقى عنده هوى متبع، يبقى عنده شح مطاع، يبقى عنده اعجابه بنفسه. يا اللي بتعصي جوزك على امك، يا اللي بتسمع كلام مراتك ومقاطع اخواتك، يا اللي منع مراتك تزور اهلها. الكلمة التي تؤذي بلاش منها. ساعات الواحد يطلق زوجته وبعد كده يقوم واخد الاولاد وقاطعهم من امهم كمان. وربما يموت القريب ولا يدري قريبه به. عمرك ما تلاقي واحد قاطع لرحمه الا وفيه هذه الصفات. انت قاطع، يبقى ازاي انت مؤمن بالله واليوم الاخر؟ لو نفدت من الميزان ونفدت من كل دوت، هتيجي عند الصراط هتلاقي الرحم وقفلها. لا يدخل الجنة قاطع. سل هذا يا رب، فيما قطعني؟ ليه قطعني؟ يعلم كل هذا ويصر على قطيعة الرحم. فين عقله؟ انت اتصل رحمك لان ده امر من اوامر ربنا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. لماذا نصل أرحامنا؟ اقسم الله عز وجل انه من وصل رحمه وصله الله. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اللي بس الرحم بيغرم حاجتين، المال والوقت. لما لا ينفق على أقاربه. انفق من عمره فربنا يكافئه برضه ذنوب بركه في العمر، وانفق من ماله فكافأه الله عز وجل فبارك له في ماله. أكتر طاعة تاخد الأجر بتاعها والثواب بتاعها والثمرة بتاعتها عاجلا في ساعتها صلة الرحم. صلتنا للرحم تقربنا أكثر من الله عز وجل. ليه تضيع الثواب ده؟ لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب من أسباب دخولنا الجنة. لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب في أسباب رفع الأعمال إلى الله. لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب في بسط الرزق. لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب في طول العمر. سبحان الله.